تعالوا نعمل مع بعض بقى النهارده ملك الشتاء، القلقاس. هوريكي من اول تفريزه وازاي نفرزه في الفريزر ونعمله بطريقه مختلفه جدا، وهوريكي طريقتي فيه وتركات حلوه جدا فيه، وبجد لو جربتيها هتدعيلي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه انا بوريكي هنا ان انا بنقي القلقاسيه. المفروض ان احنا ننقي القلقاس اللي هي تكون راسها كده من البينك، راسها كده بينك وردي كده، وتكون مدوره. تمام. انا حتى اللي معايا دي يعني حد جابها لي وما جابهاليش مدوره، بس تمام. القلقاس بتاع الشتاء بيبقى حلو وزي الفل جدا. اول حاجه غسلتها كويس جدا من بره ونشفتها بفوطه جنبي. معاكي بقى فوطه نظيفه خالص، وكمان سكينه ناشفه، ويفضل طبعا السكينه كمان تكون حاميه. وبعد كده هنبدأ نقطع الراس بتاعتها فوق ونعمل لها قاعدة. دي أسهل طريقة للقلقاس. لو القلقاسية بتاعتك كبيرة زي بتاعتي أنا، بتاعتي عاملة لها حوالي 2 كيلو إلا ربع، فقعدتها كده على القاعده بتاعتها. وبعد كده تبداي تقشري بقى بالسكينه. مع كل تقشيره يا جماعه الفوطه في ايديكي، وكمان السكينه بنمسح بالفوطه كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بنمسح القلقاسيه لحد ما اعملها كلها. تبداي تمسحيها كويس جدا بالفوطه. القلقاس يا جماعه في ناس بتغسله، واحنا من الناس اللي كنا بنغسله على فكره، والدتي بتغسله والكلام ده كله، ولكن اتارينا بنضيع فايدته. يعني هو اصلا الماده اللزجه دي هو ده الماده اللي هي الجيلاتينيه دي اللي هي بتبقى فيها الفايده كلها. فالقلقاس ما بيتغسلش. خلاص تمام. وبيبقى زي الفل ومش هينزل الماده اللزجه ولا اي حاجه، ما دام انت مهتميه بنظافته مفيش اي مشكله خالص. هنقطعه بقى بالمنظر ده. قطعته بعد كده دواير، وبعد كده هتقطعي صوابع، وبعد كده تقطعي مكعبات صغيره او كبيره على حسب اللي انت تحبيه. بس كده. ومع كل تقطيعه بنمسح بالسكينه، وبرده الفوطه في ايديكي. مسحناه كويس جدا بالفوطه بعد ما قطعناه. جبت بقى اكياس تلاجة، وهي دي طريقه حفظه. هتحطي في كيس التلاجة على قد استخدامك، على قد الطبخه. وبصوا هدي عصير نص ليمونه على كل كيس انا بحط فيه القلقاس. الليمون يا جماعه بيمنع لزوجه، بيوقف لك نشاط الماده اللزجه ان هي تنشط معاكي، وكمان بيخليه ابيض واستحاله يسود منك حتى لو انت بتفرزيه لسنه قدام. فالليمونه مهمه جدا جدا جدا. عصير نص ليمونه على كل كيس. وزي ما انا عايزه اقول لك برضو حاجه، ان احنا يفضل ان احنا نجيب قلقسيه واحده للطبخه عشان تبقى كلها سوا واحد. يعني ما تروحيش تجيبي مثلا ثلاثه ولا حاجه وثلاثه صغيرين، لا. بس هو عامه يعني قلقاس الشتاء بيبقى حلو وبيستوي بسرعه جدا وبيبقى زي الفل. فانا جبت قلقسيه واحده 2 كيلو الا ربع، عملتها على 3 اكياس معاكم هنا. هتبداي بقى بعد ما حطينا الليمونه عليه تقلبي كده في الكيس، في وسط الكيس كده تقلبي الكيس كده معاكي، تخرجي كل الهواء من الكيس. وبعد كده هنفرزه بالمنظر ده. تحطيه طبعا في الفريزر. وطبعا ما دام خزنا قلقاس يبقى لازم نخزن السلق بتاعه، وهنشوف دلوقتي طريقتي في السلق ايه. وهنعمل كمان منه. وعلى فكره انا كنت هنا عاملاه بالليل، وهصحى تاني يوم اعمل القلقاس وهطلعه مجمد من الفريزر اعمله معاكم، وهنشوف مع بعض دلوقتي. جينا بعد كده انا طبعا جايبه 6 حزم من السلق، عشان انا جايبه او 5 حزم كده تقريبا، عشان انا هخزن. بتشيلي العنقود اللي تحت ده، وبتسيبي بتشيلي الساق وبتسيبي الورق بتاعه فقط. غسلناه كويس جدا. وبعد كده معاكي بقى جايبه هنا حزمتين كزبره وحزمه شبت. في ناس ما بتحطش شبت، ما فيش مشكله خالص، براحتك جدا. انا بحب الشبت فيه، يعني متعلماه من مامتي كده. ربنا يديها الصحه يا رب. وحزمتين كزبره على ال5 حزم سلق. بعد كده نزلت بقى بمعلقه كبيره كده من السمنه البلدي، وهو ده طريقه السلق القديمه بتاعه الاجداد زمان. السلق بحمره. خلاص تمام. كل واحد وليه طريقته، مفيش مشكله. انا بوريكي طريقتي وانتي براحتك خالص. بعد كده هتحطي تلاقيه كده الورق كتير قوي، هو ما تقلقيش هيهبط. اول ما يهبط معاكي نزلت بالخضره، هبط شويه كمان. بعد كده نزلت بحوالي 6 7 فصوص من الثوم. والثوم يفضل ان انت تنزلي بيه سليم، عشان وقت ما على ما السلق يجي يتحمر معاكي الثوم يكون كمان هو اتحمر، ما يتحرقش بسرعه يعني منك. هنا بقى بصي روحي وتعالي واشربي نسكافيه، تعملي كوبايه نسكافيه. انا كنت عاملاه من بالليل زي ما قلت لكم، فموطيه عليه النار، بروح واجي واقلب فيه لحد ما يبقى معايا بالمنظر ده. كده السلق معايا جهز تماما. اول ما يوصل ده مش محروق، لا بيخروش. تحسي كده بص انا هوريكي الصوت دلوقتي. كده نشف تماما، كده هو السلق استوى معايا تماما. اهو. اسمعي بقى الصوت معايا كده. بصوا سامعين صوت الخرفشه الورق الشجر الناشف؟ بس كده.
كانوا زمان بقى بيقعدوا يطحنوه في الهون وبايد الهون، لا احنا الدنيا سهلت علينا شويه. حطيت شويه شوربه من اللحمه بتاعتي، وبعد كده بدات ان انا اطحنه بالهاند بلندر او في الكبه او في الخلاط. بس كده بتعبيه بقى، المقطع ده اتفصل معايا، بس بتعبيه في اكياس وبتعبيه في علبه وتحطي في الفريزر، وقت استخدامه بتطلعي منه. بصوا بقى، تعالوا اقول لكم نعمل مع بعض طريقه القلقاس اللي هي ممكن تكون غريبه عليكم تماما، بس انا تركتي هو قلقاس بالمشقلب. انا بعمل الطشه في الاول بدل في الاخر، بس بنزل بتركيه هنا. نزلت بمعلقه سمنه بلدي حلوه، وبعد كده نزلت ببصلايه مفرومه، وبعد كده هدي معايا حوالي 4 فصوص من الثوم المفروم. خلاص شوحتهم كده مع بعض. دلوقتي هنزل معاكم بايه؟ هنزل بنص معلقه كده صغيره من الكزبره. شايفين؟ والقاس بالمشقلب، بس والله العظيم الطعم تحفه بجد، حرفيا تحفه تحفه تحفه. في الوقت ده احنا مجهزين عندنا شوربتنا وسالقين لحمتنا ومظبطين الشوربه 10/10. بصي بقى في المرحله دي بعد ما تشوحناهم كده شويه، نزلت بطماطميه، طماطميه واحده. على فكره لو حابه تستغني عنها استغني عنها، ولكن والله بتدي طعم حلو جدا. وطبعا زي ما انتم شفتوا ما بتبانش في اللون بتاعها، ما بيبانش خالص. هنا بالظبط هسيبها 5 دقايق يعني يتسبكوا يندمجوا كده مع بعض. هديها بس رشه فلفل اسود دلوقتي وبس كده، انا مش هدي حاجه تانية عليها. اديت الكزبره ورشه بسيطه من الفلفل الاسود مع البصلايه المفرومه مع الثوم مع السمنه البلدي، وتشوحوا كده مع بعض. تعالوا بقى لشوربتنا، بس كده جهزت معانا. دي تركيه مميزه جدا، دي مامتي بتعملها وكل عيلتنا بتعملها. الشوربه بقى معاكي زي الفل. صفي الشوربه من البصل بتاعك، وصفي الشوربه من كل حاجه بتاعك، الحبهان والكلام ده كله. وانا سايبه اللحمه زي ما هي. حابه تحمري اللحمه وتنشليها مفيش مشكله خالص، انا بحب اللحمه في القلقاس. نزلت بقى بالطشه بتاعتنا دي على الشوربه. تمام كده. ودوقي بقى المرحله دي، عايزه تزودي مكعب من المرقه مفيش مشكله خالص. عايزه خلاص مظبطه شوربتك زي ما انا مظبطاها كده زي الفل. جبت القلقاس من الفريزر اللي احنا فرزناه مع بعض، ونزلت بيه وهو مجمد. اوعي تستني لما يفك، لازم تنزلي بيه مجمد. واول ما نزلت عليه نزلت معاه بنص ليمونه. على فكره الليمون مش هيدي طعم للشوربه ومش هيغير طعم الشوربه خالص، بالعكس هو هنا بنوقف له عمليه تنشيط الماده اللزجه برضو تماما. وعايزه اقول لك لازم تنزلي على شوربه سخنه جدا مغليه، عشان القلقاس ما يفكرش انه ينزل الماده اللزجه بتاعته. وعصير نص الليمونه ده بصي ما بيغيرش طعم الشوربه خالص تماما. كنت فاكره كده زيك، ولكن والله ما بيدي تغيير في طعم الشوربه نهائي. هنا بقى وصلنا للقلقاس اول ما يستوي معايا بالمنظر ده. طلعت بقى من علبه السلق بتاعتي اللي انا خزنته في الفريزر معلقتين كده كبار من السلق، معلقتين كبار من السلق اللي انا طحنته قدامكم ده. بس كده هنسيبه كمان يا دوبك. القلقاس بتاع الشتا ما بياخدش وقت، بقى زي الزبده. بصوا اول بقى ما يوصل للمرحله دي معانا خد غلوتين بالسلق كمان. طبعا يا جماعه في ناس بتعمله بطريقه مختلفه وانا عارفه، بس دي طريقتي وانا بجد بجد بحب الطريقه دي جدا. والطعم بيبقى تحفه جدا، واي حد هيدوقه واي حد بيدوقه عندنا بجد بيقول الطعم حكايه وروعه. مش مهم بقى الطريقه اتعملت ازاي، ولكن كل شيخ وله طريقه وبجد تحفه. مش عايزه اقول لكم، انا بقى ما بقتنعش بالقلقاس غير بقى لما بشوف الطبقه الزيتي دي على الوش. في ناس بتعمله فاتح مفيش مشكله خالص، هو اذواق، ولكن احنا شخصيا انا احب الخضار بتاعه الزيتي. اهو الطبق الزيتي دي على الوش، شايفين؟ بجد تحفه دايب. التركية اللي احنا عملناها اللي هي الطرشايه اللي هي في الاول، والله العظيم بتبقى تحفه جدا. ويمكن هيديكي نتيجه زي القلقاس اللي بيتعمل العادي جدا اللي بتسقطيه في الشوربه وبتشيلي الطشه في الاخر. بس جربوا تركيه البصله والطماطمايه دي بجد هتفرق جدا. وشايفين بقى مع حبه رز بشعريه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو يعني عجبك الفيديو يا ريت تدعميني باللايك والشير. لو حاسه ان الطريقه مختلفه شيريها ويمكن تعجب حد تاني، وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك يا جماعه، والنبي اللايك عشان تشجعوني ان انا اكمل معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله.